في أبناء مش جاحدين ولا قلبهم أسود. في أبناء اتربوا غلط فتعلموا القسوة بدل الرحمة، والأنانية بدل البر. الظلم يا جماعة اللي بيعملوا بعض الأبناء في أهاليهم مش بيطلع كده فجأة، لا، ده حصاد تربية. خلينا نكون صراحة شوية. الابن اللي يزعق لأبوه أو يكسر بخاطر أمه أو يتعامل معاهم كأنهم عبء عليه، غالبا اتربى على حاجات زي اللي هقولها دلوقتي. أول حاجة القسوة بدل الاحتواء، يعني اتربى على الضرب والإهانة والتقليد، فتعلم إن القوة بتساوي ظلم. تاني حاجة الطاعة بالعافية مش بالحب، اتربى يسمع وهو ساكت مش يفهم ويقتنع، فلما يكبر رد القهر بقهر. تالت حاجة غياب القدوة، يعني شاف أب بيهين أم أو أم بتدعي على أولادها، فتعلم إن العقوق عادي سهل. خامس حاجة التدليل المبالغ فيه، يعني كل حاجة متاحة، مش من غير شكر ومن غير حدود، فكبر شايف نفسه الأهم. مش كل ابن ظالم بيساوي ابن فاسد، أحيانا هو ابن موجوع، بس الوجع لما ما يتعالجش بيتحول لظلم، وده لا يبرر العقوق لكن يفسر سببه. الحل يا جماعة مش في اللوم، الحل في التربية. لو عايزين أولاد بره فعلا، ربي ابنك على الاحترام مش الخوف، خليه يشوف الرحمة قبل الأمر، علمه إن الغلط له حساب بس من غير كسر، وافتكر دايما اللي تزرعه في طفل هتحصده في شاب بعدين. يا جماعة البر مش بيتفرض، صدقني، البر بيتزرع جوه طفلك. واخطر ظلم في الدنيا انك تكسر ابنك، ودي تبقى كارثه للابن لما بيكبر وبعدين تستغرب ليه قاسي عليك